اولا الرسمه دي بتعبر عن ايه؟ الرسمه دي بتعبر عن مرحله الطمس. مين الهرمون اللي في قمه مستواه؟ ولا هرمون في قمه مستواه. دي اول حاجه. تاني حاجه، الرسمه دي بتعبر عن ايه؟ تعبر عن المبيضين. ايه اللي بداخلها؟ اللي بداخلها هنا حويصلات غير ناضجه. احتمال من كذا احتمال. اولا تكون لسه البنت ما بلغتش. ثانيا تكون سيده حامل. طيب، رأس دي الجسم القمي، بعد كده النواة، بعد كده العنق، بعد كده القطعة الوسطى اللي مليانة ميتوكوندريا بتطلع طاقة، آخر حاجة خالص الذيل. طيب، طبعا هنا رسمة الأعضاء التناسلية سواء المذكرة أو المؤنثة. رقم 1 هنا هي المثانة، رقم 2 هنا هي الوعاء الناقل، 3 قناة مجرى البول، 4 القضيب، 9 خصية، 8 بربخ، 7 كوبر، 6 بروستاتا، ركز، و5 الوعاء الناقل. طبعا 10 هنا الرحم، 11 هنا المهبل، 13 هنا المبيض، واللي لافف دوت اللي هو قناة فالوب. طيب نفس الكلام لو عايزين نشوف الرسمه دي رسمه التعقيم الجراحي، يمكن ليها علاقه بالمره الجايه، بس انا اللي مهم عندي هنا ان انت عامل تعقيم جراحي في الوعاء الناقلين، وهنا عامل تعقيم جراحي في قناه مجرى البول. ركز. طبعا هنا دي كل البيانات اللي اتكلمنا عليها. شايف رقم 8 ده اهم مبين فيهم، رباط. واتفقنا ان مرحله الاربطه دي اربطه مختلفه عن اي اربطه انت خدتها، علشان هي بتربط عظام باعضاء. طبعا دي رسمه الساعه الشهريه. لو سالك سي طمس وبعد كده ايه النضج اللي هي 10 ايام، اخر حاجه خالص اللي هي تبويض. تمام. هنا في الرسمه دي انت معاك مراحل للجسم الاصفر، بس هنا الجسم الاصفر ضامر، هنا الجسم الاصفر نامي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هنا في حمل، وسيده حامل في اول 3 اشهر. ليه يا دكتور؟ لان لو من الشهر الرابع للشهر التاسع هتبتدي تتكلم معاك عن المشيمه. طيب تاني نفس رسمه الهرمونات. A بروستاتا، B قناة مجرى البول اللي بتصب فيها، C خصية، T كيس الصفر. هنا مراحل تكوين البويضة، واللي طالع في الاخر ده البويضة وثلاث اجسام قطبية، واتفقنا ان الانقسام الاخراني ده مشروط بعملية دخول رأس الحيوان المنوي. طيب ركز. قطاع عرضي في الخصية، 6 سيرتولي، ومن فوق لتحت تبتدي تمسكهم من تحت لفوق. تقول هنا حيوانات منوية، هنا طلائع، هنا ثانوية، هنا أولية، هنا منية. طب فين الجرثومية الأمية؟ مش بتبقى باينة، قلت لك في البطانة. تمام؟ الباقي يمكن ليه علاقة بالمرة الجاية اللي هي عملية الإخصاب. برضو نفس الكلام هنا قطاع عرضي خصية، نفس الحوار، 6 حيوانات منوية، 5 خلايا بينية، بعد كده 4 سيرتولي، 3 أمهات منية، 2 أنيببات منوية اللي بيكونها الاف اس اتش. طبعا 1 هي نفس الكلام. هنا بتتكلم على الخلايا البينية. طيب رسمة هنا مين؟ دي حويصلة جراف، ودي البيضية الثانوية المتحررة تحت تأثير هرمون ال اتش، وهنا ده الجسم الأصفر. طيب قطاع عرضي جوه منطقة الخصية، دي الخصية وده البربخ وده الوعاء الناقل. ده تكوين الحيوانات، لكن ده تخزين الحيوانات، ده نقل الحيوانات. السؤال اللي هيبقى في الأسئلة اللي بتطلع نار هو ايه الفرق ما بين المبيض س والمبيض ص؟ وده اللي انا هستناه من حضرتك تبتدي ترد عليا فيه. ولكن احنا كده قفلنا كل الحاجات، باقي دورك، باقي الحل. امسك بقى واجبك وابتدي قسمه، ولو في اي حاجة طلعت معاك نتناقش فيها مع بعض.
اتمنى يا رب تكون الدنيا معاك سهله وسلسه. نتقابل على خير في الحصص والحلول اللي جايه. باي باي، سلام.